سلام سلام غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بمشوك بنوات كوكو غير بماء غرفه تاع مارغرين. راح يخرج لكم كميه ما شاء الله، يجي معسل ويذوب في الفم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنسوش غالياتي اذا عجبتكم الوصفه تخليو لي جيم لا فيديو، تخليو لي تعليق شباب كيما نتوما. في ريسيبيون غالياتي عندي زوج حبات تاع بيض بدرجه حراره المطبخ، نزيد عليها رشه تاع ملح وملعقه كبيره مارغرين. راح نضيف عليها كاس 175 مليلتر من الزيت. شرط هنا يكون الزيت بارد باش ما يخرجلناش من العجينه تاعنا وتجينا عجينه يعني ناجحه 100%. راح نضيف عليها كاس تاع سكر عادي ونعطروها بعطر الكراميل، راح يعطينا واحد الذوق ولا اروع. ممكن تغيروه بفانيلا عاديه او اي عطر متوفر عندكم او تحبوه نتوما. راح نفوت عليها بالباتور حتى كامل ينسجم الخليط تاعي، ونبدا نضيف الفرينه. يعني وصفه خفيفه ظريف وراح تخرج لكم كميه كما قلت لكم ما شاء الله. نبدا نضيف الفرينه هنا بالتدريج ونلم حتى نتحصل على عجينه متماسكه. ما ننسوش عندي رشه صغيره تاع خميره حلويات. كما قلت لكم راح نكمل اللم بالفرينه حتى نتحصل على عجينه متماسكه وتكون طريه تتلاصق كما هذه. شوفوا يعني القوام تاع العجينه تاعي. راح نغطيها بابي فيلم ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق حتى تشرب لنا كامل الزيت هذاك اللي خدمنا به. كيما هاك راح نخلي لو بابي لاصق عليها باش ما درناش هذيك القشره اليابسه، وترتاح في الفريجيدير حوالي 10 دقائق. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، شوفوا كي نمسوها راح تلقاوها تتبسس، غير تبداو تخدموها بيديكم. شوفوا كيفاش تولي من اروع ما يكون. هنايا عندي الكويرات راح نشكلهم بوزن 25 غرام. اللي ما عندهاش الميزان ممكن دير ابيبخي يعني عينها ميزانها. راح نكمل كامل الكميه كيما هاك. من بعد نجيب لنوات كوكو ولا مبشور نوات كوكو ونرمدهم ديريكت، يعني ما نسحقوا لا بيض لا حتى حاجه. هما في منهم روحهم راح يلصقوا في نوات كوكو. شفتوا يعني بلا ما تحتاجوا البيض. هنا راح نكمل كامل نرمدهم في نوات كوكو ونستفهم في سنيوة، ونجيب لهم حبة تاع كاوكاو راح نديرها في المنتصف. ممكن حتى تخليهم هكا سامبل كما راكم تشوفوا فيهم، يعني حتى بعد ما يطيبوا تحطوا فوقهم حبة سوغيز ولا يعني تزيين يبقى اختياري غالياتي. وهنا بعد ما كملتهم راح ندخلهم للفرن على 160 درجة، ما نزيدولهمش بزاف، خليوها حتى طيب من تحت، تزيد تعاود تحمر من الفوق ونجبدوهم. شوفوا هنا بعد ما طابوا الله الله كيفاش تشقق المشوك تاعنا، راح يجي من اروع ما يكون. هنا لازم هو سخون نديروا له ملعقه تاع عسيله تكون خفيفه شويه يشربها كامل. من بعد موراها كي تشوفوه شرب زيدوا عاودوا له ملعقه اخرى، يعني راح يجي معسل ما شاء الله. وصفة سهلة وسريعة، إن شاء الله تكون عجبتكم لنهار اليوم. ما تنسوش جيم وابوني وخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما. شوفوا كيفاش جا معسل ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله، وسلام.